تعالي أقول لِك إزاي تعملي الترمس بطريقة سهلة جدًا ومش هتاخد معانا وقت خالص، وكمان تحطيه في التلاجة لمدة شهر كامل من غير ما يحصل له أي حاجة ولا ينعم. أول حاجة أنا جايبة نُص كيلو من الترمس اللي هو المُحلّى، مش مُر، وهاقول لِك برضه المُر ممكن تعمليه إزاي. جبت دلوقتي النُص كيلو وبعد ما نقّيته وشطفته كويس، هنجيب دلوقتي مَيّة عادية باردة خالص من الحنفية، وبنسيبه كده لمدة مثلًا 8 أو 9 ساعات، يعني ممكن تعمليه من بالليل تقومي الصبح كده تروحي جايبة بقى تشطفيه من المَيّة اللي أنتِ مبيتاها فيها، وبعد كده بتحطيه بقى خلاص في مَيّة عادية وتحطيه على النار بيغلي حوالي ساعة إلا ربع، تمام. وبعد كده لو لقيتِ فيها أي ريمة لونها كده زي رمادي الرصاصي بتشيليها، ما فيش خلاص. أول ما بتغلي بتطفّي بقى النار وبتسيبيها برضه متغطية لحد كده حوالي ساعة، ساعة ونُص، وبتروحي مغيّرة المَيّة وتشطفيه شطفة كويس، كده خلاص معاكِ استوى. بتجيبي دلوقتي بقى المَيّة دي بتكون برضه من الفلتر أو مَيّة بتكوني غالياها وسايباها تبرد خالص. التوابل بقى معلقة كبيرة من الملح، نُص معلقة من الكمون، ونُص معلقة من البابريكا، ونُص معلقة من الشطة، أو طبعًا الشطة على حسب الكمية اللي أنتِ عايزاها، مش عايزة تحطّي شطة طبعًا ما تحطّيش. وبعد كده باجيب برضه ليمونتين معصورين أو ليمونتين كبار وبنعصرهم وبنحطّهم، هي دي التوابل. طيب هنقول دلوقتي وإحنا كده شغالين، أنا عملت مثلًا كمية ومش عايزة أتبّله كلّه علشان خاطر كل ما آكل منه يكون طازة، باعمل إيه، باجيب نُصّه هو ده بس اللي باتبّله، والنُص التاني باحطّه في بطرمان أو باحطّه في علبة وباحطّه في التلاجة طبعًا بمَيّة، تمام، يقعد معايا شهر كامل ما ينعمش ولا فيه أي حاجة علشان ما فيهوش أي توابل. بعد كده باطلّعه من التلاجة، مجرّد بس باشطفه من المَيّة اللي أنا كنت حاطاه فيها، وباحط بقى المَيّة اللي إحنا شغالين بيها، واحط التوابل اللي أنت عايزاه. في كمان ناس بتستكفي بالملح بس، دي حاجة بتكون اختيارية وزي ما أنتِ عايزة. كده نُص الكمية واللي هاحط فيها المَيّة اللي إحنا تبّلناها، والنُص التاني زي ما قُلت لكم. طيب دلوقتي بقى لو أنا عايزة أعمل اللي هو المُر، المُر ده بيكون لونه غامق شوية، وكمان الحباية بتاعة الترمس بتكون كبيرة أوي، يعني 2 من الترمس اللي إحنا شايفينه دلوقتي، وبيكون غامق جدًا. أنا برضه باجيبه وباحط له باشطفه وباحط له المَيّة وباسيبه لتاني يوم، وبعد كده باسلقه لحد كده تمام وشغالين طبيعي. بافضل بقى كل يوم أغيّر فيه المَيّة اللي إحنا محطوط فيها، يعني ممكن 4 أيام كل يوم حوالي 4 أو 5 مرات أغيّر المَيّة بتاعته، تمام، علشان خاطر يبقى معايا المرارة بتاعته من كتر ما هو بيكون مُر. لازم نعمل كده، لو ما عملتيش كده هتلاقيه إن هو مُر معاكِ مش هتقدري تاكليه. وبعد كده بقى بعد ما تلاقي نفسِك إن هو خلاص طعمه بقى طبيعي ما فيهوش المرارة، بتحطي بقى التوابل اللي أنتِ عايزاها. وبكده خلصت وصفتنا، أتمنى تقولوا لي رأيكم إيه، ونتقابل إن شاء الله في وصفة جديدة في أكلة بمزاج مع توتة، بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناة.